السلام عليكم. بصراحة الواحد كان بيحاول يصفي النية من بداية القضية بتاعة لين طالب رحمة الله عليها، بس بصراحة كل اللي بيظهر وكل اللي بنشوفه دوت ما تقدرش تصفي النية في القضية دي مطلقا، وتقدر تقول ان بالفعل في طرمخة وفي شغل من ورا الستارة بيتعمل. طب ازاي الكلام ده بيحصل؟ لان اول ما القضية دي طلعت التحليل بتاع الدي ان ايه اللي انا كنت بقصده لما كنت بكلم حضراتكم في الموضوع امبارح بيكون من مكان معين في الضحية اللي تعرضت للموقف ده، وده اللي بيكون التحليل القاطع اللي احنا بنتساءل هل بالفعل تم اجراؤه بعد ما الطب الشرعي تسلم الجثه. انا اتكلمت وقلت يا جماعه اهم حاجه العامل الحاسم في القواضي ديت او النوع ده من القضايا بتكون عينه الدي ان ايه اللي بتتاخد من الاماكن الحساسه مش الملابس، لان عينه الدي ان ايه اللي بتبقى على ملابس الضحيه دي ممكن يتم دحض الدليل فيها بسهوله، ممكن يطلع لها الف حوار وحوار. وطلعت وقلت اكيد يا جماعه الطب الشرعي او الناس المسؤوله عن التحاليل في القضيه ديت اكيد حتما ده الف ب النوعيه ديت من القضايا بيتاخد عينه من المكان الحساس. وقلت اكيد هم عملوا كده بس مش راضيين يظهروا دلوقتي الكلام ده علشان سريه التحقيق وخلافه. بس نفاجئ يا جماعه الخير ان عينه الدي ان ايه اللي اتاخدت من لين طالب رحمه الله عليها اتاخدت من الملابس فقط. انا توقعت ان يكون الحمض النووي قد تم اخذه من الاماكن الحساسه في الجسد، لكن تبين انه تم اخذ الحمض النووي من ثياب لين الداخليه ومن الشورت حتى تحديدا، حتى اني فوجئت لما سمعت ان الحمض النووي تم اخذه من الشورت، وهذا يدحض. ودي اول علامة استفهام كبيرة جدا في القضية دي. يعني دلوقتي طيب لما الحاجات الجديدة دي ظهرت والموضوع بتاع الخال والجلسة الاخيرة اللي حصلت يوم الثلاث طلعت ادلة كانت بتدين الخال، بس الادلة ديت يمكن دحضها باساليب قانونية كتيرة. يعني دلوقتي كان بيقول لك ان الحمض النووي تطابق مع الحمض النووي للخال، وكانوا بيقولوا ان الحمض النووي دوت اللي اتاخد من الملابس كان من الملابس الداخلية. مبدئيا ما كانش من الملابس الداخلية، ده كان حمض نووي موجود على الشورت بتاع الضحيه لين. فطلع الخال بيقول لك اصل انا كنت اسعفتها وانا اللي شلتها ووديتها للطوارئ ومش عارف ايه وكذا وكذا، والكلام دوت كان فيه تناقض من قبل الام ومن قبل الجد في الجلسه برضو نفسها، لان كان فيه تضارب في الاقوال، لان اللي وداها واسعفها ناس تانيين خالص. يعني الكلام دوت تم نفيه من قبل شهود. ودلوقتي ممكن يطلع الخال ويقول لك بكل بساطه لا اصل انا كنت شايفها تعبانه قبل ما امها تشوفها وكذا وكذا واحتكيت بيها وشلتها، بس هم ما كانوش واخدين بالهم مثلا. طب انت ايه تثبت الكلام ده ازاي؟ والله انا عندي الشهود الفلانيين 1 و2 و3. دلوقتي يا عم شهود من اي حته، بص يا معلم انت هتقول الكلام الفلاني وكذا وكذا، وانا شفت الخال بالفعل كان شايلها في الوقت الفلاني في الساعه الفلانيه. وقصه الدي ان ايه دوت على ملابس الضحيه تم دحضها، وبالفعل المحامي يعني انت عارف رايح في الاتجاه ده، وهذا يدحض الدليل السابق بأن الحمض النووي له علاقة بنادر ويعزز فرضية براءة نادر. وجلسة جديدة بقى لسماع الشهود الجداد، وجلسة من جلسة وقرار ظني بعد كده لسه هنروح للمحكمة، وكل الدوامات دي ليه؟ علشان بالأساس ما خدوش عينات من الأماكن الحساسة. لأن الحمض النووي عندما يؤخذ من الثياب شيء ومن الجسم شيء اخر، اللي هي حاجه انت عمرك ما هتقدر تصدقها يا جماعه. قضيه زي ديت يعني دي اول حاجه المفروض يعملوها، ولو ما اتعملتش هتخش بقى في الدوامات اللي احنا بنخش فيها دلوقتي. اصل بقى دلوقتي في تناقض في الاقوال، اصل لا احنا لسه بندور على الفاعلين، لا اصل لسه هنسمع الشهود مش عارف ايه، وانت كان في ايديك حل القضيه من البدايه خالص. طب دلوقتي نيجي بقى على الدليل الثاني. هم دلوقتي وجدوا اثار خربشه على رقبه الخال، فدلوقتي مثلا بكل بساطه هيطلع يقول لك لا اصل انا كنت بلعب معاها مثلا، او ممكن يقول لك والله البنت كانت بتتشاقى وانا كنت بأدبها، انت عارف كانت بتعمل حاجه غلط وكذا وكذا فايديها خربشتني اثناء ما كان ده بيحصل. فلو الف سبب وسبب تاني ممكن يطلعوا بيه يبرئوا بيه القصه ديت يعني، او يدحضوا بيه الدليل دوت. ابديكم مجرد امثله. والدليل الثالث اللي تم ذكره في الجلسه ان هم وجدوا قميص الضحيه موجود عند بيت الخال، الكلام دوت بعد وفاتها، وديت بقى ليها الف صرفه وصرفه. والله بعد ما البنت باتت الدنيا كانت
متدربكه واحنا مش فاكرين اساسا مين حط القميص فين، ولا فلان الفلاني هو اللي طلعه فوق، ولا علانه العلانيه هي اللي جابته. انت كمتابع عادي او متفرج عادي على القضيه ممكن مثلا تبص على الحاجات ديت وتقول بس خلاص ده هم كده، انت فاهم، جابوا الادله كلها واثبتوا ان الكلام دوت خلاص هيتم ادانه بيه الخال. بس الكلام على ارض الواقع حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص، خصوصا اساسا ان انت في وسط عصابه بيحاولوا كلهم يداروا على بعض علشان التهمه ما تلبسهمش، ودي اهم حاجه عندهم ومش هاممهم اساسا اللي حصل في بنتهم. اذا كان اساسا الام والجده والله اعلم مين تاني من البيت كانوا بيعملوا للبنت مغاطس ملح، انت عارف، علشان كان في نزيف، في الوقت اللي كانوا بيقولوا فيه سابقا ان ما كانش فيه نزيف ولا حاجه، والحكايه والروايه، والام تطلع والجده ويقول لك الخال ما خصه، الخال ما خصه، وده يقول لك الجد ما خصه. امال مين اللي عمل الكلام ده في البنت؟ يعني الكلام دوت حصل من الهوا؟ ديت عصابه، دي عصابه. بالنسبه بقى لموضوع التدخلات في القضيه والترمخه، ما هو يا جماعه الخير الموضوع ما بيحصلش زي الناس فاكره ان مثلا حد هيكون عنده سلطه كبيره ومش عارف ايه يقدر يتدخل في قضيه راي عام بالمنظر ده، اللي هو يخش مثلا يا جماعه فلان الفلاني وعلانه العلانيه يتم الافراج عنهم، وفجاه تاني يوم نبص نلاقي المتهمين تم الافراج عنهم. القصه ما بتحصلش بالشكل دوت، بس حاجه بسيطه جدا تضرب القضيه دي كلها من اولها لاخرها، زي مثلا بقول مثلا يعني ان ما يتمش اخذ عينه DNA من الاماكن الحساسه. وهذا يدحض الدليل السابق بأن الحمض النووي له علاقة بنادر، ويعزز فرضية براءة نادر، يعززها بشكل كبير، لأن الحمض النووي عندما يؤخذ من الثياب شيء ومن الجسم شيء اخر، اللي هي اساسا يا جماعه الخير لب دليل الاثبات في القضيه ديت اللي ينهيك عن القصص والافلام اللي انت بتخش فيها دلوقتي. وان العينه بصراحه ما تتاخدش من المكان دوت في قضيه زي ديت مليون علامه استفهام. هنخش بقى في قرار ظني، وبعد القرار الظني دي مش حاجه نهائيه، لسه هنروح بقى المحاكمه من الاول، لسه هناخد القرار دوت ونروح بقى محكمه الجنايات ونشوف بقى المحاكمه من الاول الدنيا هتمشي فيها ازاي، ومطمطه وافلام ملهاش اول من اخر. طيب مين المسؤول عن الكلام دوت؟ المسؤول عن الكلام دوت اللي ما خدش العينه. كل ده ليه؟ علشان انت كان في ايدك تحل القضيه ديت من البدايه، بس ما عملتش كده وخدت العينه DNA من على الملابس فقط. خبر هام ايضا اود ان اذكره، ان الحمض النووي تطابق مع 4 اشخاص وليس مع شخص واحد. والله الكلام ده بقى مقصود مش مقصود، مين اللي عمله مش عارف ايه، انا طرحت لحضراتكم اللي انا شايفه في القضيه دي، واتكلمت برضو من واقع قضايا كتير شفتها بالنوعيه ديت. لان الحمض النووي عندما يؤخذ من الثياب شيء ومن الجسم شيء اخر. بس بصراحه في القضيه ديت انا اول مره اشوف كلام زي ده، العينه القطعيه من المكان الفلاني لم يتم اخذه. ربنا ينتقم من كل الظالمين والمتسترين، اللهم امين يا رب العالمين، وربنا يظهر الحق بالنهايه.